تفتكر ايه المشترك بين ايلون ماسك ومارك زوكربيرج؟ واحد بيبني صواريخ وعربيات، والتاني بنى اكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم. هل السر الذكاء ولا الفلوس ولا الحظ؟ الحقيقة ان السر مش اي حاجة من دول. السر الحقيقي في العادات اللي كل واحد فيهم بناها واستمر عليها لسنين. حماس بيجي ويروح، اما العادات بتفضل معاك مهما حصل. النهارده هنعرف مع بعض ازاي اعظم رجال الاعمال في العالم قدروا ان هم يبنوا عاداتهم، وهتعرفوا ايه اللي هيخلي حياتك مختلفة. مش قدرات خارقة، هو نظام يومي ثابت. لو أول مرة تشوفني، أنا مروان الخولي، وبنتكلم في التشانل هنا عن مواضيع مختلفة، فما تنساش تعمل فولو. ايلون ماسك مش بس رائد اعمال، ده ماكينة انتاج مشاريع. بيدير تسلا وسبيس اكس ومشاريع تانية مش قليلة، وكمان عنده عيلة واطفال، وده اللي بيخلي الناس تسأل هو بيعمل كل ده ازاي. يومه منظم لكل دقيقة، مفيش ثانية بتضيع عنده. بيقسم يومه بين الاجتماعات، المشاريع، العيلة، وكمان الابتكار. والسر اللي بيعتمد عليه في العادات بتاعته هو الانضباط. كل عادة عنده محسوبة عشان تقوي الهدف الكبير بتاعه. دايما بيبدأ يومه بروتين ثابت، حتى لو مش حاسس بالرغبة في ان هو يعمل ده. ماسك عارف ان الانضباط اهم من الطاقة والحماس. حتى لو مر بتحديات او ضغوط، عاداته بتخليه يكمل، لانه بنى نظام يكون نفسه كل يوم. فالتراكم هو اللي بيعمل الفرق. عمره ما اعتمد على العفوية تقريبا، كل خطوة محسوبة، ومفيش حاجة اسمها صدفة في نجاحه. كلها سنين من الاستمرارية على العادات اللي هو اختلقها لنفسه. العادات عنده عاملة زي الادوات كده، مش اي حاجة عشوائية وخلاص. هو بيخلق الظروف لنفسه عن طريق روتينه، مش العكس. على الجانب الاخر، مارك بدأ فيسبوك في اوضه صغيره في جامعه هارفارد. ما كانش معاه فلوس ضخمه ولا شهره عالميه، بس كان عنده عاده واحده بس، الا وهي تحسين الفكره كل يوم. مارك بيقلل كل قراراته اليوميه التافهه عشان يركز على حاجه واحده بس مهمه، وده السبب اللي بيخليه يلبس نفس التيشيرت الرمادي في كل مره يطلع فيها. الطاقه محدوده، فلازم يركزها صح. بيشتغل على حاجه واحده ويكسر الدنيا فيها. ماسك ومارك الاتنين مختلفين في الاسلوب، ولكن عندهم نفس سر النجاح، الا وهو انهم قدروا يبنوا عادات ويلتزموا عليها لسنين طويلة. حتى لو الظروف كانت صعبة، العادات بتخليهم يلتزموا كل يوم. النجاح عندهم مش معجزة، ده تراكم أعمال صغيرة كل يوم. مارك مش بيشتت نفسه، كل تركيزه على التحسين والتطوير المستمر. التقليل من التشتت والتحكم في القرارات اليومية ده سر كبير يخلي أي حد ينجح. الاستمرارية هي اللي بتخلق الفرق بين واحد عادي وواحد ممكن يغير عالم. عارف ايه هو أكبر عدو ليك؟ مش الظروف ولا الناس اللي حواليك ولا حتى قلة الإمكانيات. أكبر عدو ليك هو نفسك. لو قدرت تسيطر على نفسك، هتسيطر على حياتك كلها. ابدأ بعادة واحدة بس صغيرة كل يوم، وكررها مهما حصل. سيبك من الحماس، ركز على الاستمرارية. مستقبلك بيتبني في الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها كل يوم. تخيل بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3، بعد 5، بعد 10، العادة دي هتعمل منك ايه؟ خليك فاكر، لو اتغلبت على نفسك، مفيش عدو اقوى منها هيقابلك.